وده كل اللي انت محتاجه عشان تغير شكل جسمك من الشكل ده للشكل ده. ازاي تزود وزنك وتغير شكل جسمك من شخص رفيع ما عندوش عضلات لشخص عنده كتله عضليه وزايد في الوزن. انا كنت الاول 55 كيلو 50 كيلو في بدايتي قبل ما انزل قبل ما اتمرن، والحمد لله وصلت ل 75 كيلو. فانا جاي النهارده اديك كل الحاجات اللي انا جربتها واديك تجربتي الشخصيه والخطوات اللي انا عملتها عشان اوصل للوزن ده واغير شكل جسمي. مبدئيا كده انا عايزك تنسى كلمه انك هارد جينر ومهما تاكل مش هتزيد في الوزن دي، عشان لو عملت الخطوات اللي انا هقول لك عليها صدقني جسمك هيتحول. اول حاجه لازم تبدا بيها لازم تنزل تتمرن لو انت شخص رفيع. صدقني تمرين اهم من الدايت، يعني حتى لو انت مش هتعرف تظبط الدايت بتاعك وتحسب سعراتك لازم تنزل تتمرن، لان جسمك ما عندوش قابليه لزياده الدهون، فانت لازم تبني عضلات، وكده كده العضلات هتخلي شكل جسمك احسن. فانت لازم تنزل تتمرن لو انت شخص رفيع عايز تغير شكل جسمك. بس الكلام ده سواء ولد او بنت، لو عايز تزيد في الوزن ومهما تاكل ما تزيدش لازم تنزل في الجيم وتنزل تتمرن. طب هتقول لي هتمرن بنظام ايه؟ ما اعرفش والعب كام عده. هتمرن بنظام اي نظام يخليك تمرن العضله مرتين في الاسبوع، زي البوش بول ليج او ارنولد سبليت، او ممكن تلعب ابر لور. واهم حاجه اهم نظام اللي انت هتلعب بيه انك تتمرن بشده عاليه وتقرب من الفشل العضلي، وتعمل زياده في الاوزان بتاعتك، زياده تدريجيه في الاوزان بتاعتك، عشان مع الوقت جسمك بيتعود على الاوزان اللي انت بتلعب بيها، فلازم تعمل زياده تدريجيه في الاوزان عشان تفضل تتطور. دي هنا تاني خطوه هي الدايت. لازم تحسب السعرات بتاعتك وتعرف انت بتدخل قد ايه لجسمك على مدار اليوم، وما تعتمدش على الشهيه بتاعتك، لان معظم الناس اللي بتنزل تتمرن هو بيعتمد على الشهيه، وخصوصا الهارد جينر. وانا الغلطه دي انا وقعت فيها كتير في بدايتي، كنت بنزل الجيم ومش حاسب سعراتي واعتمد على الشهيه بتاعتي، فكنت مع الوقت الشهيه بتاعتي باكل مثلا وجبه او اتنين وبحس ان انا اكلت كتير، بس انت كده لسه ما دخلتش سعراتك. انت لازم تكون حاسب سعراتك عشان تعرف انت هتدخل كميه قد ايه على مدار اليوم. طب هتقول لي ازاي احسب سعراتي؟ هتحسب سعراتك على جوجل مثلا، في هتكتب على جوجل حساب السعرات وتخش على اول لينك، او اي برنامج بتستخدمه. انا بستخدم برنامج اسمه فيت سيكريت، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف تحت. هتحسب السعرات بتاعتك، هتطلع سعرات الثبات، هتاخد سعرات الثبات دي وتزود عليها 500 سعره. ليه ما تزودش زياده عن كده؟ عشان وانت بتزيد في الوزن، دي برضه حاجه انا غلطت فيها ووقعت فيها غلط انا وقعت فيه. انت لو زودت السعرات بتاعتك، كنت باكل فيها اوقات باكل فيها 5000 سعره، لو رفعت السعرات بتاعتك اكتر من اللازم فانت هتزيد دهون مع العضلات، وهتيجي لما تيجي تنزل وتنشف وتخسر الدهون دي فانت هتاخد وقت. فالافضل انك تعمل كلين بالك وتزود سعرات، ما تطلعش بسعرات جامد، لا خليك في 500 سعره او 300 سعره. بعد ما تحسب السعرات بتاعتك وتزود عليها 500 سعره، هنيجي هنا لتوزيع السعرات بتاعتك. هتدخل قد ايه بروتين لجسمك؟ هتدخل لكل كيلو من جسمك من جرام بروتين و2 جرام، ممكن تدخل جرام او جرام ونص على حسب الامكانيه اللي معاك وحسب مادياتك والفلوس اللي متاحه معاك. عادي ممكن تدخل جرام، لو انت مثلا 60 كيلو فانت ممكن تدخل 60، لو انت عايز تدخل جرام ونص فانت هتدخل مثلا حوالي 90 كيلو، او لو هتدخل 2 جرام فانت هتدخل 120 جرام لكل كيلو من جسمك على مدار اليوم. نيجي هنا بقى للدهون الصحيه والكارب، ودي معظم الناس بتهملها. الدهون الصحيه والكارب ليك كشخص هارد جينر بالنسبه لي اهم من البروتين، لان الكميات بتاعتهم قليله والسعرات بتاعتهم عاليه. يعني انت عندك مثلا اكلات زي الشوفان والسوداني وزيت الزيتون، الاكلات دي حجمها صغير بس سعراتها عاليه، وانت عايز تدخل سعرات عاليه على مدار يومك. والكارب والدهون الصحيه هي اللي هتخليك تزيد. يعني بالنسبه لي في الفتره بتاعتي انا حاليا ماشي على باكل هو في اليوم مثلا ما كملش 2 جرام بروتين لكل كيلو من جسمي، وبزيد الحمد لله عشان مدخل احتياجي من الكارب ومن الدهون الصحيه. فازاي توزع الدهون الصحيه والكارب بتاعك؟ انا بفضل تحط الدهون الصحيه من 20 ل 30 جرام من 20% ل 30% من اجمالي السعرات بتاعتك. طبعا انت حاسب البروتين فالباقي هتدخله من الكارب. كده احنا قلت لك تدخل الاكل بتاعك، قلت لك على الاكل اللي انت هتدخله، قلت لك على السعرات بتاعتك. زي ما قلت لك ما تعتمدش على الشهيه بتاعتك، لان انت لازم تحسب سعراتك، ولازم يكون عندك اكل تدخله على مدار يومك ملتزم بيه. لازم تاكل نفس الاكل كل يوم، ما ينفعش تاكل مثلا النهارده سعرات معينه وبكره تاكل اقل. لازم تدخل السعرات بتاعتك كل يوم وتمشي عليها لاطول فتره ممكنه. ما تعتمدش على الشهيه بتاعتك، لان انت هتحس ان انت اكلت كتير بس انت ما اكلتش كفايه لجسمك، لا جسمك محتاج اكتر من كده بكتير. فلازم زي ما قلت لك تحسب السعرات بتاعتك. نيجي بقى لاخر خطوه وهو النوم. لازم تنام كويس وتهتم بفترات النوم بتاعتك. حاول تنام على مدار اليوم من 6 ل 8 ساعات، ده لو عرفت تنامهم اساسا. عادي لو نمت 5 مفيش اي مشكله، ما حدش بيعرف ينام عامه يعني. لان النوم هيساعد في الاستشفاء بتاعك وهيظبط الهرمونات بتاعتك، هيظبط لك هرمون التستوستيرون اللي هو اساسا مسؤول عن البناء العضلي.
النوم بتاعك ان انت تثبت مواعيد النوم بتاعتك، وتثبت زي ما قلت لك السعرات بتاعتك على مدار اليوم، وبس كده.